صباح الفل. احلى كوبايه قهوه ممكن تتعمل الصبح كده. الساعه دلوقتي 6 الصبح. شايفين الجو عامل ازاي؟ لسه الشمس ما طلعتش. من ضمن الحاجات اللي كنا بنتكلم عليها في الفيديوهات بتاعتنا، في الفيديو يعني اللي هينزل لسه، هو انك تخرج نفسك من مود المذاكره. يا عم وانت بتتكلمش في حاجه جديده، ما تتكلم في اي حاجه غير المذاكره يا عم. اهدى اهدى كده، خد نفس بالراحه. دلوقتي انا كواحد في ثانويه عامه كنت ساعات بطلع اذاكر على السطح، وده ممكن حد يشوف اللي هو ليه يا عم؟ طب ما تذاكر على المكتب بتاعك احسن، فاهمني؟ الكتب بتاعتك موجوده، ليه بتشحطط نفسك وبتشيل الكتب دي وبتروح وتطلع على السطح؟ ده كله كان بسبب حاجه واحده، وهي اني ما ملش من السنه دي. السنه كانت طويله، كانت طويله جدا وكانت رخمه وكنت بمل، ودلوقتي بقيت بمل اكتر. فانا عملت القهوه بتاعتي وجيت اقعد هنا تحت، هنا بقى في الزرع بقى في الارض، وايه علشان خلاص بقى ده يدي البان ده يا جدعان، عشان بقى ايه، نشوف الطبيعه كده حوالينا ونبص على الطبيعه والزرع ونكون مبسوطين كده واحنا قاعدين، وفي نفس الوقت نعمل شويه رياضه بصراحه، لاني عايز اعمل شويه رياضه بقالي كتير قوي. عايز اتمرن كده، بقالي كتير قوي ما اتمرنتش، بقالي كتير عمال اقول ايه هنزل الجيم بس ما انزلش، وبقالي كتير قوي عايز اجري. جريت يوم العيد، وجريت في ايام تانية وبقيت بتمشى، بس ما بقتش بجري كده، وما بقتش بعمل تمارين، وما بقتش بتمرن. فانا عايز شويه اتمرن شويه، فانا عايز اتمرن شويه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. زمان لما كنت اروح الجيم، مش زمان قوي يعني، كان الشافعي مش تعرفوا انتوا الشافعي تقريبا، مش شفتوه؟ كان دايما بيمرني التمرين ده، تمرين البلانك ده كله عشان ايه؟ علشان ينزل الكرش، او ينزل يظبط عضلات البطن. فكنا بنتعب جدا بسبب التمرين ده، ما كناش بنستحمله. عاش. وحشني جدا التمرين مع الشافعي والتمرين مع ضياء، بس مش عارف، مفيش وقت اصلا عشان انزل الجيم. عايز اتمرن بس في نفس الوقت مش لاقي وقت، وانا لازم نفسي بحاجات كتير قوي، وغير اصلا الكليه جايه دلوقتي هتحط علينا حرفيا، هتنسفنا كده، فالله المستعان. هاش. انا ليه بقى بطلع في الفلوجات حوارات المذاكره والحوارات دي؟ بص، انا مؤمن بكذا حاجه. اول حاجه وهي ان الانسان اللي مش هيفضل طول عمره بيتعلم حاجه جديده، ده هيبقى فيرجن قديم وهيترمي ومحدش هيستعمله تاني، يعني مش هيبقى له قيمه في المجتمع. تمام؟ فانت لازم تكون كل شويه بتحدث من نفسك، كل شويه بتطور من نفسك، كل شويه بتعلي جوده الفيديوهات، كل شويه بتحاول تصور بطرق مختلفه، كل شويه بتحاول تطلع زوايا اكتر واحسن، وتخلي اللي بيشوفك يندمج معاك. طيب كل شويه لازم تتعلم حاجه جديده وتستخدم الحاجه دي كاداه في الحاجه الاساسيه اللي انت بتعملها. يعني بتتعلم تكنيك معين في المذاكره، بص رجع يتكلم عن المذاكره تاني، بتتعلم تكنيك معين في المذاكره، فانت بتطبقه في المذاكره، وبتحاول ان انت تطبقه في حاجه تانية انت بتحب تعملها، علشان تفصل وفي نفس الوقت تعلي انتاجيه الحاجه دي. فمن هنا انا بحاول احط الحاجات دي في وسط الفلوج، وانت تاخد الحاجات دي كده حته حته كده، او واحده واحده كده، وتحاول ان انت تستخدمها. عشان بس في ناس منكم بتسال تقول لي يا عم انت ليه كل شويه في الفلوج بتتكلم عن المذاكره؟ تعالى هزر معانا هنا وسيبنا هناك احنا بنتكلم في المذاكره. ماشي، انا على فكره انا بتكلم معاكم في مواضيع عاديه ومواضيع مختلفه، ولكن في الاخر هي كل حاجه بتروح مني لحته العلم، لحته معلومه معينه انا عرفتها، لحته اي حاجه انا عرفتها، فبالتالي بحب ان انا اشارك الحاجه دي معاكم، بس مش اكتر. فانت عمنا لقيت نفسك استفدت، قشطه يعني، مفيش مشكله، ما احنا بنهزر اهو، بنتكلم وبقول لك اتمرن
واتحرك واعمل الكلام ده كله، وفي الاخر ارجع ذاكر. من ضمن الحاجات برضو اللي انا ما كنتش واخد بالي منها ان ربنا مدينا جسم فبيقول لك حافظ عليه. تمام. في ايه في سوره البقره الايه 247 كان ربنا بيتكلم عن طالوت وجت جمله كده في الايه شدتني جدا، اللي هو ايه؟ وزاده بسطه في العلم والجسم. ف ايه ده؟ وربنا بيديلك العلم وبيديلك الجسم اللي يشيل العلم ده وبيديلك القوه البدنيه اللي تستحمل العلم ده اصلا. فانت بالتالي لازم تطور من الجسم وتطور من العقل، تحدث فيه كل شويه، تضيف معلومات جديده كل شويه، تحدث المعلومات كل شويه، تظبط الدنيا دي كلها مع بعضها بحيث ان انت تطلع كوكتيل كده، جسم كويس مع عقل كويس، فالدنيا دي تبقى زي الفل ومعلوماتك بتثبت بسرعه وكل حاجه تمام. فده الهدف اصلا. انا لما لقيت الجمله دي في القران الكريم يعني اللي هو سبحان الله بجد، اللي هو القران فيه كل حاجه بجد. فبما اننا اتكلمنا على القران الكريم، يعني رمضان خلص، اوعى تكون سبت الورد اليومي بتاعك كده وما انتش بتقرب من المصحف، واللي هو المصحف ده احنا بنقرب له في رمضان بس وبعد كده خلاص. لا، مش ينفع. يعني القرآن فيه كل حاجة، انت سايبه ورايح فين؟ لازم على الأقل مثلا تقرأ لك يا عم آية كل يوم، سطر كل يوم، اقرأ لك يا عمي صفحة بس كل يوم، اقرأ أي حاجة تستفاد منها وحاول انت تستفاد بقى. يعني حتة وزاده بسطة في العلم والجسم دي أنا لما لقيتها ورحت أدور على درس، يعني لقيت اللي هو مشروحه بجد، وهو فعلا انت لازم تهتم بجسمك. ايه ده ربنا بيقول لي اهتم بجسمي؟ ايوه اهتم بجسمك واهتم بصحتك، علشان دي اللي هتشيل المعلومات ودي اللي هتشيل الحمل اللي انت المفروض تشيله. حبيب قلبي، الى هنا ينتهي الفلوج بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله في فلوج بكره. سلام.